وارفع بالواو واصبن بالالف والنون يا اما من الاسماء صف من ذاك ذو من صحبة ابانا والفم حيث الميم منه بانا اب اخ حم كذاك وهنو والنص في هذا الاخير احسن وفي اب وتاليه ينظر وقصرها نقصهن أشهر وشر ذا الإعراب أن يضفن لا ليك جاءه أبي كذعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا لجاب مضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلق الياء في جميع الألف جرا ونصبا بعد فتح قد أولد وارفع بواو وبياء المنصب سالم جمع عامر ومدير وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون كلوا وعالمون عليون وأرضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يضطرب ونون مجموع وقاله التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما سني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما لتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا مراد والذي استمرت كأذرعا فيه ذا أيضا قبيل ويجر بالفتحين ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكن بعد الرديف واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سما كلم تكون بتروم مظلما وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمتقي مكارما والأول الإعراب فيه قدرا وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف مثل غير الجزم وألف أسبق كيا يرمي والرفع فيه والرواية جازما ثلاثهن تقدير من لازما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لا زلنا مع شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى باب تعدي الفعل ولزومه. ذكرنا في الحصة الماضية أن الفعل ينقسم إلى قسمين: فعل متعدي وفعل لازم. قلنا الفعل المتعدي هو الذي يصل إلى المفعول بنفسه، هو الذي يصل إلى المفعول بنفسه. أما الفعل المتعدي، أما الفعل اللازم فهو الذي ليس له مفعول أو ما وصل إلى المفعول بحرف جر. ثم
ذكرنا علامة الفعل المتعدي. قال علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به. ما علامة الفعل المتعدي؟ أن تتصل به هاء لا تعود على المصدر وإنما تعود على المفعول به. تقول العمل عملته، الهاء ترجع على المفعول به ولا على المصدر؟ هذا ما دام هذا الفعل اللي هو عمل اتصلت به هاء ترجع إلى المفعول به فهذا عمل فعل متعدي. هذه هي علامة فعل متعدي. تقول الباب أغلقته، أغلقته، الهاء هذه ترجع على المفعول ولا على المصدر؟ ترجع على المفعول. فأغلق فعل متعدي علامته توجد فيه هاء يتصل بها ترجع على المفعول. أما إذا كانت الهاء ترجع على المصدر هل هذا الهاء اتصاله بهذه الهاء هل علامة على تعديه؟ لا. لو قلت الضرب ضربته زيدا، الضرب ضربته زيد، الضرب مبتدأ مصدر ولا ليس مصدر؟ مصدر. الضرب ضرب يضرب ضربا. لو قلت الضرب ضربته زيدا هذا الهاء ترجع على من؟ مصدر. ترجع على المصدر. هل اتصال ضرب بهذا الهاء يدل على أن ضرب متعدي؟ لا. كيف عرفنا أن ضرب متعدي؟ من الضرب ضربته زيدا، من الضرب ضربته. الهاء هنا ترجع على من؟ ترجع على مفعول به، ترجع على مفعول. ولا تقول زيدا ضربته، زيدا ضربته. هنا عرفنا أن ضرب فعل متعدي لأن الهاء فيه رجعت على من؟ على زيد. زيدا ضربته، زيدا ضربته. فالآن ضرب فعل متعدي. لماذا؟ لأنه اتصل بهاء ترجع على المفعول به. لكن لو قلت الضرب ضربته زيدا فهذا لا. هذا الهاء اللي اتصلت بضرب لا تدل على أن ضرب متعدي. فهمتوا يا جماعة الخير؟ كذلك لو قلت هكذا القيام قمته، الهاء ترجع على من؟ على مصدر ولا على المفعول به؟ على المصدر. فهذا الهاء لا تدل على أن قام فعل متعدي، أن قام أصلا لازم. فالآن علامة الفعل المعدى أن تتصل به هاء غير هاء المصدر، هذه تدل على أنه فعل متعدي. أما لو الهاء هذه عادت على المصدر فهذه لا تدل على تعدي الفعل، لأن هاء الذي تعود على المصدر تدخل على الفعل المتعدي وتدخل على الفعل اللازم. تقول الضرب ضربته زيدا والقيام قمته. واضح كلام؟ ثم قال لك الشيخ فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل. هذا الفعل المتعدي ينصب به مفعوله، ينصب به المفعول به إن لم ينب عن الفاعل. أما إن ناب مفعوله عن الفاعل فيكون مرفوعا، تقول تدبرت الكتب. أما إذا ناب تقول تدبرت الكتب، وأخذنا كذلك أن الأفعال المتعدية كم؟ 3 متعد إلى مفعول واحد كضرب وغيره، ومتعدي إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وهو ظن وأخواتها، ومتعدي إلى 3 مفاعيل ليس أصلها ومتعدي إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر كأعطى وكساء، ومتعدي إلى 3 مفاعيل وهو أعلم وأعظم. البارح الواحد حصل له إشكال في الإعراب. هنا لو قلت هكذا جماعة، لو قلت هكذا كيف نعلم زيدا ضربته؟ هذا من باب ماذا؟ اشتغال. فتقول زيدا مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا، صح؟ وزيدا
مفعول به. ضربت زيدا. لما تقول ضربته فعل وفاعل ومفعول، صح؟ فعل وفاعل ومفعول. هذا الهاء دلت على تعدي ضرب ولا لا؟ دلت. لماذا؟ لأنها تعود على المفعول. زيدا ضرب. لو قلت هكذا، لأن واحد وقع له الإشكال البارح، لو قلت الضرب ضربته زيدا، من يعرف لنا هذا المثال؟ الضرب مبتدأ مرفوع بالتاء. ضربته فعل وفاعل. فعل وفاعل مفعول ماذا؟ مفعول به ولا وزيد كيف نعرفه إذا عرفنا هذه هذا الصريح. ها؟ هذا مصدر. كيف هاء مصدر؟ انظر يا جماعة، هذا الهاء نائبة عن المصدر، سيأتي إن شاء الله. هذا الهاء نائبة عن المصدر، كأنك قلت الضرب ضربت الضرب زيدا، كأنك قلت هكذا. هذا الهاء نائبة عن المفعول المطلق، نائبة عن من؟ عن المفعول المطلق، سيأتي إن شاء الله في المصدر. هذه الهاء نائبة عن المفعول المطلق. زيدا هذا هو المفعول به، زيدا هو المفعول به. أما الهاء هذه نائبة عن المفعول المطلق، كأنك قلت الضرب ضربت الضربة، فأنت حذفت الضربة اللي هو مفعول مطلق وأتيت بالهاء في مكانه. فهذا الهاء نائبة عن المفعول المطلق، نائبة عن المفعول. قيد هذا الكلام لأنه وقع الإشكال في الإعراب البارحة. فتقول هذا الهاء نائبة مناب المصدر، مناب المفعول المطلق. وزيدا هذا هو المفعول به، هذا هو المفعول به. كأنك قلت هكذا الضرب ضربت الضرب زيدا، ضربت الضرب زيدا. نفس القيام قمته، القيام قمته. من يعرف لنا القيام قمته؟ قيام مبتدأ، قمت فعل مضارع، قمت فعل وفاعل، صح؟ أيوه. والهاء احذر أن تقول لي مفعول به، لأن قام هذا لازم لا يتعدى، فعل لازم، فكيف تقول لها مفعول به؟ فهمت يا جماعة؟ فهذا الهاء نائبة منابة مفعول مطلق، كأنك قلت القيامة قمت القيامة، كأنك قلت قمت القيامة. هذا من لا تقول قمته قمت فعل وفاعل والهاء مفعول به، لا، أقول لك قام فعل لازم، كيف يتعدى؟ فهمت يا جماعة؟ فالهاء هذه نائبة منابة مفعول مطلق، مناب المصدر. سيأتي إن شاء الله في ينوب سيأتي في المصدر. ماذا قال في المصدر؟ المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. سيأتي إن شاء الله أن الضمير هذا قد ينوب عن المفعول المطلق. فلا تميل كل الميل، كل هي التي نابت هنا هكذا وإلى غير ذلك من المسائل. فركز على الإعراب، ولذلك أنا أردت أن أبين لك هذا. فالهاء هنا نائبة عن المفعول المطلق وليست مفعول به، لأن قام لازم. وهنا الضرب ضربته، الهاء نائبة منابة مفعول مطلق، وزيد هو المفعول به. كأنك قلت الضرب ضربت الضرب زيدا، فحذفنا الضرب وجاءت الهاء نائبة عنه. هنا كذلك القيام قمته، كأنك قلت القيام قمت القيامة، فحذفت القيام اللي هو مفعول مطلق وأتيت بالهاء وجعلتها نائبة عنه. واضح كلام؟ هذا الذي أردنا أن نشير إليه.
كم 28 18. قال الشيخ ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم زي كدفع لله كدفع لله المضاهية والسنس والمضاهق عن سسا وما اقتضى إضافة أو دنسا أو دانسا أو عارضا أو طاوع المعدى لواحد كمده امتد. وعارضا وطاوع المعدى لواحد كمده فامتد. ولازم غير المعدى وحكم لزوم أفعال السجايا كنهم كدفع لله والمضاهي عن سسا وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عارضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد. بسم الله الرحمن الرحيم. لما أنهى الشيخ رحمه الله الكلام على الفعل المتعدي وذكر علامته أنه قال ماذا قال في الأول؟ علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عامل فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. تكلم الشيخ على الفعل المتعدي وذكر علامته. اليوم إن شاء الله سيتكلم الشيخ على الفعل اللازم. قال ولازم غير المعدى. ولازم غير المعدى. ما هو الفعل اللازم؟ غير المتعدي. فهو الذي يكتفي بالفاعل لا يحتاج إلى المفعول، أو هو الذي تعدى إلى الفعل إلى المفعول بحرف جر. لذلك قال ولازم غير المعدى. غير المعدى لازم. غير المعدى مبتدا مؤخر صح؟ مبتدا. لازم خبر مبتدا. غير المعدى لازم. غير المعدى لازم. غير مضاف والمعدى مضاف إليه مبني على ماذا؟ على السكون في محل جر. في محل جر. وغير المعدى لازم. انتهى صح؟ الجملة انتهت. المبتدأ أخذ خبره انتهى. ثم قال لك وحتم. حتم وحتم فعل ماضي من المجهول. لزوم فعل ماضي من المجهول. لزوم نائب فاعل حتم. نائب فاعل لحتم. وحتم لزوم. لزوم مضاف. أفعال مضاف إليه مجرور عن جر إحصار ضرب. أفعال مضاف. السجايا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. أفعال السجايا. لزوم أفعال السجايا. واضح يا جماعة الخير؟ لزوم أفعال السجايا. نعم.
غير المعدى لازم. وحتم فعل ماض من المجهول لزوم نائب فاعل لحتم مرفوع الترضى لزوم مضاف أفعال مضاف إليه مجرور وعلى مجره على الإخصاص. السجايا أفعال مضاف والسجايا مضاف إليه مضاف إليه. نعم. قال لك الشيخ كنهم كضوء ذلك كائن. خلينا نعلقه بخبر لمبتدا محذوف وذلك كائن كنهم. فهذا نهم جار ومجرور هذا نهم فعل لكن قصد لفظه كنهم جار ومجرور متعلق بخبر لمبتدا محذوف تقديره وذلك كائن كنهم. ذلك مبتدا كائن خبر مبتدا الجار والمجرور هذا كنهم تعلق بالخبر تعلق بخبر لمبتدا محذوف. فهمتوا يا جماعة الخير؟ واضح الإعراب؟ هذا إعراب البيت الأول. غير المعدى مبتدا لازم خبر مبتدا حتم في الماضي من المجهول لزوم نائب فاعل لحتم لزوم مضاف أفعال مضاف إليه مجرور أفعال مضاف السجايا مضاف إليه. كنهم مثال الشيخ أعطاه لك الجار والمجرور لأن الفعل قصد لفظه متعلق بخبر لمبتدا محذوف تقدير الكلام وذلك كائن كنهم. واضح؟ ثم قال الشيخ كذا افعل لا كذا انتهى الكلام. افعل لا كذا كذلك افعل لا قصد لفظه. لا تقول لي افعل لا هنا فعل فكيف تقول لي فعل وقع مبتدا. أقول قصد لفظه كأنك قلت كلمة افعل لا كذا لفظ افعل لا كذا. افعل لا مبتدا قصد لفظه كذا جار والمجرور متعلق بالخبر كائن كذا افعل لا جار والمجرور متعلق بخبر مقدم افعل لا مبتدا مؤخر قصد لفظه. فهمنا يا جماعة؟ ها؟ والمضاهي حسس معطوف على ماذا المضاهي؟ المضاهي والمضاهي افعل لك كذا والمضاهي حسس كذا. المضاهي معطوف على ماذا؟ افعل لا لأن فعل لا كذلك والمضاهي حسس كذلك. فالمضاهي معطوف على افعل لا. مضاهي اسم فاعل ضاهى مضاهي فهو مضاهي اسم فاعل. لو قلنا مضاهى اسم مفعول مضاهي اسم فاعل. اسم الفاعل يعمل ماذا؟ عمل الفعل. المضاهي فاعله تقديره هو. إذا قلت أنا ضارب زيدا إذا قلت ضارب زيدا ضارب هو زيدا. المضاهي هو عنسس عنسس مفعول به للمضاهي قصد لفظه. والمضاهي هو عنسس لأن عنسس هذا فعل صح ولا لا؟ فعل كيف وقع مفعول به والمفعول به يكون اسم؟ قلت لك لأني قصدت لفظه. والمضاهي كلمة عنسس والمضاهي هو كلمة عنسس فقصد لفظه مفعول به للمضاهي باسم الفاعل. انتهينا؟ ها؟ انتهينا من المسألة الثانية. كذا فعل لا والمضاهي عنسس كذلك معطوف على فعل لا وفاعله ضمير مستقدره هو وعنسس قصد لفظه مفعول به للمضاهي. انتهينا؟ نعم. قال لك وما والذي ما اسم موصول بمعنى الذي والذي معطوف على ماذا؟ افعل لا على المضاهي. المضاهي وما والذي معطوف على المضاهي والذي اقتضى الآن فعل ماضي وفاعل ذا مستقدره هو
اقتضى ماذا؟ نظافة مفعول به اقتضى. والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. سهل. أو دانسا معطوف على نظافة، أو عارضا معطوف على نظافة. أو طالع نسبة. وما اقتضى نظافة مفعول به، أو دانسا معطوف على نظافة، أو عارضا معطوف على نظافة. إذا أتاك العاطف دائما في العاطف في الغالب إذا كان بالواو تعطف على الأول، إذا كان بأو تعطف على الأول في الغالب، لأن الواو لمطلق الجمع صح؟ هي أو لمطلق الجمع. لكن لو كان بالفاء وبثم وغيرها لابد يعطف على ما قبله، لأن في الفاء وثم فيه الترتيب، فيه الترتيب صح ولا لا؟ ترتيب والتعقيب إلى آخره. فهنا بالواو في الغالب تعطف على الأول، لذلك هنا قلنا أو عطفنا على النظافة ولا لا؟ عطفنا على النظافة. دانسا معطوف على نظافة، وعارضا معطوف على نظافة، إلا إذا كان فيه هناك إشكال أو لبس أو المعنى لا يستقيم، في هذه الحالة لا بأس أن تعطف على ما قبله أو أغني. نعم. أو طاوع، أو طاوع، هذا طاوع فعل لا 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 أعطفه على نظافة، والمعنى كذلك لا يستقيم. نعم. شوف ماذا قال: والذي اقتضى نظافة أو دانسا أو عارضا أو طاوع المعدة. طاوع معطوف على من؟ اقتضى. طاوع معطوف على اقتضى، الفعل يعطف على الفعل. فعل معطوف على الفعل. طاوع هذا ليس معطوف على نظافة، لا، هذا فعل وهذا اسم. اقتضى هذا طاوع معطوف على اقتضى. اقتضى كذا أو طاوع كذا. أو طاوع، من هو اللي طاوع؟ من؟ أو طاوع من هو؟ هو الفاعل ضمير مستتر هو. طاوع هو يرجع على من يا جماعة؟ هو هذا يرجع على من؟ فعل غير المعدة. فعل غير المعدة. من؟ فعل غير المعدة. أو طاوع هو. لا ها؟ الذي أو طاوع هو المعدة. من هو اللي طاوع المعدة؟ غير المعدة. ها؟ غير المعدة لازم. هذه هو ترجع إلى لازم اللي هو غير المعدة، اللي هو غير المعدة. أو طاوع غير المعدة. طاوع ماذا؟ طاوع المعدة لواحد. أو طاوع اللازم. طاوع ماذا؟ طاوع المعدة. المعدة كيف نعرفه؟ مفعول به لطاوع. أو طاوع اللازم. طاوع ماذا؟ طاوع المعدة لواحد. المعدة لواحد جر متعلق بالمعدة. المعدة لواحد متعدي لواحد. قال لك الشيخ ثم قال لك كمده فامتد. هذا مثال. في الغالب لو اعتبرناه فعل، لو نعتبره جار ومجرور، لكن لو اعتبرنا هذا جار ومجرور سيكون متعلق وذلك كائن. هذا كمده اعتبرنا جار ومجرور رغم أن مد هذا فعل صح ولا لا؟ رغم ذلك نظرنا إلى لفظه على أنه كلمة ككلمة مده. ككلمة مده. والجار والمجرور متعلق بخبر لمبتدا محذوف. وذلك كائن كمده. الفاء حرف عطف. امتد معطوف على مد. فاء حرف عطف وامتد معطوف على مد. كمده فامتد. واضح يا جماعة الخير؟ ها؟ فامتد هو ما يرجع على من هو؟ لازم. ها؟ اللازم. أيوة. أو عارضا. أو طاوع اللازم المعدى لواحد كمده فامتد هو. كمده فامتد. سنشرح، لما نشرح ستفهم. مفهوم الإعراب يا جماعة؟ واضح؟
لا إشكال إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: ولازم غير المعد. معناها الفعل اللازم هو غير المتعدي، غير المتعدي. معناها الشيخ يريد أن يقول الفعل اللازم غير الفعل المتعدي، ليس كالفعل المتعدي، ما ليس بمتعدي. إذن كيف نعرفه؟ كيف نعرفه؟ وهو ما لا يتصل به هاء غير المصدر، وهو ما لا يتصل به هاء غير المصدر. الفعل اللازم تتصل به هاء المصدر، لكن لا تتصل به هاء غير المصدر. الفعل المتعدي هو الذي تتصل به هاء المصدر وغير المصدر. الفعل المتعدي هو الذي تتصل به هاء غير المصدر. أما الفعل اللازم وما لا يتصل به هاء، هو ما لا يتصل به هاء غير المصدر، وما لا يتصل به هاء غير المصدر. فعل المتعدي هو ما يتصل به ماذا؟ هاء غير المصدر، لكن اللازم عكسه، هو ما لا يتصل به هاء غير المصدر. هذا معنى. فهمنا يا جماعة خير؟ وعرفنا اللازم ما هو؟ هو ما يكتفي بالفاعل ولا يحتاج إلى مفعول، أو هو الذي يتعدى إلى المفعول بحرف جر. قام زيد لازم، لا يحتاج إلى المفعول. تم الكلام ولا لم يتم؟ تم الكلام. أو مررت بزيد، وصل إلى المفعول بحرف جر، هذا يسموه الفعل اللازم. لازم وقاصر، لازم وقاصر. أما المتعدي لا، هو الذي يتعدى إلى المفعول بنفسه، والمتعدي تتصل به هاء غير هاء المصدر. واللازم هو ما لا يتصل به هاء، هو ما لا يتصل به هاء غير المصدر. هذا معنى الكلام. ولازم غير المعد. ثم بدأ الشيخ رحمه الله يتكلم على الأشياء والأفعال التي تكون لازمة يتحتم فيها اللزوم، هي التي يتحتم فيها اللزوم. قال وحتم، يعني يتحتم اللزوم في كل أفعال السجايا. كل أفعال السجايا يتحتم فيها لزوم الفعل، لذلك قال وحتم. معنى يتحتم اللزوم في ماذا؟ في أفعال السجايا. ما معنى السجايا؟ طبائع. السجايا هي طبائع، والسجية الطبيعة، طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان. فهمنا الطبيعة ما هي؟ يا جماعة فهمنا الطبيعة ما هي؟ طبيعة الإنسان. ما هي الطبيعة؟ خليقة، كيف؟ خليقة، صفة. هو ما يلازم الفاعل، ما يلازم الفاعل ولا ينفك عنه. هذه السجية الطبيعة. مثل ماذا؟ مثل شرفة، مثل كرمة، زيد مثل نهمة. هذه كلها أفعال السجية طبائع. السجية هي ما يلازم الفاعل ولا ينفك عنه، يلازمه ولا ينفك. هذه أفعال السجايا والطبيعة. طبيعة الإنسان، أقول لك أنت فيك طبيعة أنك كريم، طبيعتك فيك كرم، فأقول ماذا؟ كرم زيد، كرم زيد لازم. فأقول لك أنت بطبيعتك أنك نهم. ما معنى نهم؟ رجل تحب الأكل، أكل. أقول لك
أقول لك نهم زيد، أنا أحب الطعام واشتهاه. هذه الآن صفة ملازمة لهذا الفاعل ولا لا؟ ملازمة له. هو ما يلازم الفاعل يسمى أفعال السجايا. طبيعة فيك ملازمة لك. أقول شرف كذلك، الشرف إنسان شريف كذلك. أقول شرف زيد، ملازم ولا لا؟ ملازم، لأنه طبيعة فيك. هذا الشرف طبيعة فيك. زيد يا جماعة. أقول ظرف كذلك، الظرافة سجية طبيعة في الإنسان. رجل ظريف، رجل ظريف ولا طيب ولا. أقول ظرف زيد. فأفعال السجايا يتحتم لزومها، متحتم لزومها، وحتم وتحتم اللزوم في أفعال السجايا. أفعال الطبائع كلها يتحتم فيها اللزوم. كل أفعال الطبيعة. ما معنى الطبيعة؟ هي الشيء الملازم للفاعل ولا ينفك عنه، يسمى طبيعة وسجية. مفهوم جماعة؟ قال لك الشيخ كنهم. نهم، من هو النهم؟ النهم هو الذي اشتدت شهوته للطعام. اشتدت شهوته للطعام. فكيف أصبح؟ اشتدت شهوته للطعام ويكثر أكله. هذا هو النهي. نهي هو شديد الشهوة للطعام ويكثر أكله حتى أصبح فيه طبيعة. فماذا أقول فيه؟ نهي زيد أكثر من أكل الطعام. أكثر، خلاص أصبح طبيعة فيه. هذا كثرة الطعام أصبح فيه طبيعة، خلاص تعود كل يوم حتى أصبح طبيعة. فهمتوا الكلام؟ كناهم، وكشرف شرف، وككرم كرم، وكظرف ظرف، وهكذا. كل أفعال السجايا، كل أفعال الطبائع اللي هي الطبيعة في الإنسان. وما هي الطبيعة؟ ما لازم الفاعل، ما لازم الفاعل ولم ينفك عنه مثلا في الغالب. الآن هذا اللزوم يتحتم اللزوم في أفعال السجايا كنهما. فمن البيت الشيء قال لك كذا افعل لا، افعل لا كذا. ما معنى كذا؟ يتحتم فيها اللزوم. كذا افعل لا كذا يتحتم فيها اللزوم. كل ما كان على وزن افعل لا. مثل اطمأن، مثل اقشعر. كل ما كان على وزن افعل لا. تقول اطمأن زيد، انتهى الكلام ولا لا؟ نعم. فعل وفاعل لا يحتاج إلى المفعول، لا يحتاج. لو قلت اقشعر زيد، انتهى الكلام ولا لا؟ خلاص فعل وفاعل. استقر مثلا، استقر زيد. كل ما كان على وزن افعل لا هذا يتحتم لزومه. اطمأن زيد، اقشعر من القشعريرة إذا أصابه البرد. وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بل له القطر. القشعريرة تأتي من برد، شدة برد مثلا، أو قشعريرة هكذا تقشعر، يقشعر جلده. أو سماع مثلا أهوى القيامة، أو سماع آية عذاب فيقشعر جلده. فتقول اقشعر زيد، استقر زيد. كل ما كان على وزن افعل لا يتحتم فيه اللزوم، يتحتم فيه اللزوم. وقس على هذا. زيد. والمضاهي، ما معنى المضاهي؟ المشابه. وكل ما شابه قعنسسة.
من كل ما كان على وزن افعنلل. مقصود الشيخ بقعنسسة كل ما كان على وزن افعنلل. والمضاهي والمشابه قعنسسة كل ما شابه قعنسسة كل ما كان على وزن افعنلل فهذا يتحتم فيه اللزوم. مثل تقول اقعنسس الرجل، اقعنسس. كذلك تقول احرنجم. احرنجم ماذا؟ احرنجم ماذا؟ احرنجم بمعنى اجتمع. ماذا نقول؟ احرنجم القوم. احرنجم القوم. كل ما كان على وزن فعنلل وما شابه. ما معنى عنسسة؟ عنسسة هو خرج صدره ودخل ظهره خلقة. هذا اسمه عنسس الرجل. خرج صدره ودخل ظهره خلقة يسمى عنسس الرجل. عنسس الرجل. أو ماذا؟ تأخر ورجع إلى الخلف. تأخر ورجع للخلف يسمى عنسس الرجل. إذا تأخر ورجع إلى الخلف يسمى عنسس. وكذلك يطلق على من خرج صدره ودخل ظهره خلقة. خلقه الله هكذا، خلق صدره خارج وظهره داخل، خلقة يسمى فيه عنسس الرجل. ما معنى حرنجم؟ حرنجم من الاجتماع. تقول حرنجم القوم معنى اجتمع القوم. اجتمع القوم. زدوا عطينا على وزن عنسس، على وزن فعنلل أمثلة سيأتي إن شاء الله في لمية الأفعال. سيأتي إن شاء الله. عنسس وحرنجم إلى آخر. يا جماعة مفهوم؟ والمضاهي والمشابه عنسسة كل ما كان على وزن فعنلل وشابه. قال الشيخ وما اقتضى نظافة أو دانسة. وما اقتضى نظافة. ما معنى اقتضى؟ دل. وكل ما دل على نظافة، كل ما دل على نظافة. ماذا تقول في زيد نظيف؟ ما تقول نظف زيد؟ كل ما دل على نظافة. نظف الثوب، نظف زيد، صح؟ تقول كذلك طاهور الثوب، يعني يدل على نظافة. تقول طاهور الثوب لازم ولا متعدي؟ لازم. تقول نظف زيد لازم ولا متعدي؟ لازم. كل ما دل على نظافة، كل فعل يدل على النظافة فهذا يكون لازما. أو وما اقتضى وما دل على نظافة ولا دل على الوسخ، دنس الوسخ. تقول واسخ زيد لازم ولا متعدي؟ واسخ زيد لازم. كل ما دل على الوسخ. تقول دانس الثوب، دانس الوسخ. تقول دانس الثوب. واسخ زيد كل ما دل على الوسخ والدنس كذلك يكون لازم. من جمع الخير. وقس على هذا. أو عارضا، أو عارضا. وكل ما دل على عرض. في بعض النسخ مرض، بعض النسخ مرض. لا، العرض يعني أعم. المرض لأن المرض نوع من العرض، نوع من العرض، لأن المرض يعرض يذهب، لكن العرض أحسن لكي يدخل فيه غير المرض. فرح يدخل فيه الفرح، يدخل فيه البكاء، يدخل فيه الحزن. وكل ما دل على عرض. العرض ما هو؟ العرض هذا العرض خلاف ماذا؟ خلاف السجية. السجية ما لازم الفاعل، لكن العرض ما لا يلازم الفاعل، لا يلازم.
يذهب ويرجع، يذهب ويجي، يذهب ويجي، يسمى عارض. مثل المرض، إنسان مريض ثم يذهب المرض ثم يرجع مرة أخرى. الفرح يأتي ويذهب، الحزن يأتي ويذهب، البكاء يأتي، وهكذا وهكذا. وكل ما دل على عرض أو عرضا، كل ما دل على عرض. تقول هكذا مثلا: مريض زيد. المرض عرض ولا لا؟ عرض. تقول: احمر عمرو. الاحمرار هذا عرض ولا لا؟ عرض. كل ما دل على العرض. اصفر بكر، اخضر صالح، ازرق كذا، ابيض كذا. كل ما يدل على العرض. هو العرض وما يذهب ويرجع، هو ما لا يلازم الفاعل، ما يلازمش الفاعل. هذا المرض ليس ملازم لزيد، لا، يأتي ويذهب. هذا الإحمرار يأتي ويذهب. متى يحمر الإنسان؟ إذا خجل مثلا، لكن إذا ذهب الخجل تذهب الحمى. ثم إذا خجل مرة أخرى يرجع الإحمرار، وهكذا. أو عارضا، ركزوا. أو طاوع هذا كله. أو اقتضى نظافة، أو اقتضى دنسا، أو اقتضى عرضا. عرضا ولا عرضا؟ عرض. أما العرض ضد الطول، العرض مقابل الطول، الطول والعرض. والعرض هو ما، والعرض هو ما موضع الذم والمدح من الإنسان غير. أو عارضا، انظر ماذا قال: أو طاوع المعدى لواحد. أو طاوع المعدى لواحد، كلهم مع بعض. الآن نتكلم عن المطاوعة. ما هي؟ تقول تاء المطاوعة. ما معنى المطاوعة؟ كي تفهم ما معنى الطاوعة. طاوعة ما هي؟ المطاوعة قبول الأثر. قبول الأثر وحصوله، حصول أثر الشيء عن تعلقه فعل وتعليل. أيوة، عن الفعل بالمفعول. أعد. حصول أثر الشيء، قبول الأثر ولا حصول. أيوة، نكتب تعريف الأثر: حصول أثر الشيء، أثر شيء عن تعلقه فعل متعدي. عن تعلق فعل متعدي. حصول أثر شيء عن تعلق فعل متعدي بغيره. هذه اسم المطاوعة، سنتكلم عليه. حصول أثر شيء عن تعلق فعل متعدي. إذا قلت انظر ماذا نقول، هذا هكذا: مددت الحديد. من يعرف لنا مددت الحديد؟ فعل فاعل ومفعول. مددت الحديد فعل وفاعل ومفعول، صح؟ أيوة. أنا جيت مددت الحديد بالمطرقة. إذا كان حصل الأثر هذا، إذا حصل الأثر وهذا الحديد طاوعني، ما الذي يحصل؟ امتد الحديد. تقول مددت الحديد فامتد الحديد. حصل الأثر من تعلق الفعل بالمفعول ولا لا؟ حصل أثر ولا لا؟ الأثر الذي حصل ما هو؟ هذا امتداد الحديد. هذا شيء. مددت الحديد أو حصول أثر شيء. حصول أثر شيء. ما هو الحصول أثر؟ هو الأثر امتد الحديد. حصول أثر شيء عن تعلق فعل متعدي. هذا فعل متعدي، هذا مددته متعدي للمفعول. حصول أثر، حصل الأثر من تعلق فعل متعدي إلى مفعول، فحصل الأثر. ولا تقول قبول الأثر، حصول أثر ولا قبول الأثر. فهذا قبل الأثر فامتد. هذه اسمها المطاوعة. أنا أقول هكذا:
كسرت القلم فطاوعني فانكسر. المطاوعة هي القبول، يقبل الأثر. هذا الكسر هذا قابل وتكسر. فهمنا؟ هذه اسمها المطاوعة، حصول الأثر. كسرت القلم فإذا قبل تقول فانكسر. مددت الحديد فامتد. هذا أو طاوع المعد لواحد. هذا الفعل لما طاوع الفعل المتعدي إلى واحد كيف أصبح؟ الفعل هذا المطاوع كيف أصبح؟ أصبح لازم. تقول امتد الحديد فامتد الحديد. كسرت الزجاجة فانكسر الزجاج. الآن هذا اللي قبل متعدي ولا لازم؟ كسر الزجاج لازم. هذا هو قبول الأثر. الآن إذا حصل أثر وهو هذا الفعل، يعني فعل حصل عن تعلق فعل متعدي إلى مفعول واحد، هذا الفعل الذي يحصل، الفعل الذي يحصل يكون لازما دائما. مثل هاو مددت الحديد فامتد، هو أصبح لازم. هذا هو الحصول أثر. هذا الأثر الذي حصل من هذا سيكون لازم. امتد الحديد. كسرت الزجاجة فانكسر الزجاج. زيد. أعطونا مثال. دحرجت الحجر فتدحرج. الحجر لازم. زيد. وهكذا أمثلة كثيرة. المهم أو طاوع. ما معنى المطاوعة؟ عرفناها ما هي؟ حصول أثر شيء عن تعلق فعل متعدي. أو طاوع المعد لواحد. ها هو المعد لواحد. مددت الحديد، هذا فعل متعدي لفعل واحد ولا لا؟ مددت الحديد متعدي إلى مفعول واحد. أو طاوع المتعدي لواحد. ما معنى لواحد؟ لمفعول واحد. باختصار أنا عندي فعل متعدي، عندي فعل متعدي. مددت الحديد، كسرت الزجاج. عندي فعل متعدي لمفعول واحد ولا لا؟ إذا كان هذا الفعل المتعدي حصل أثره، إذا حصل أثر، هذا الأثر الذي يحصل يكون الفعل فيه لازم. إذا حصل الأثر وطاوعني وقبل فالفعل فيه يكون لازم. كسرت الزجاج فانكسر، طاوعني وقبل الانكسار فانكسر، الفعل هذا يكون لازم. انكسر الزجاج. مددت الحديد، عندك فعل متعدي لمفعول واحد. لو حصل الأثر سيكون الفعل الذي يحصل الأثر سيكون لازما. مددت الحديد فامتد الحديد. فهمتوا يا جماعة؟ أو طاوع المعدى لواحد، لازم يطاوع فعل متعدي لمفعول واحد، أما غيره لا، سنتكلم عليه. ثم أعطاك الشيء قال كمده فامتد. أو طاوع المعدى، أو طاوع فعلا متعديا إلى مفعول واحد قبل الأثر. قبل هذا أنا لما جيت أكسر القلم هذا قبل الأثر، قبل التكسر، فماذا حصل له؟ فانكسر. هذا الفعل الذي يحصل يكون لازم. مددت الحديد، جبت المطرقة وبدأت أمد في الحديد. لو هذا الحديد قبل الامتداد ماذا يحصل عنه؟ يحصل عنه فعل لازم. مددت الحديد، ماذا الذي يحصل؟ امتد الحديد. هذا معناه كلام الشيخ رحمه الله. فهمنا يا جماعة؟ ها؟ فهمتوا؟ هاي وقت لنا في الشرح. أيوة. أما إذا كان طاوع هذا الفعل المتعدي طاوع مفعولين فلا يكون لازم. لذلك الشيخ قيده بقالك أو طاوع فعلا
متعديا لمفعول واحد. لكن لو تعدى المفعول، تعال ننظر لو تعدى لمفعول. انظر يا جماعة، لو قلت هكذا، فهمت زيدا المسألة، من يعرف لنا فهمت زيدا المسألة؟ فهمت فعل وفاعل، زيدا مفعول أول، مسألة مفعول ثاني. هذا الفعل فهم تعدى لكم مفعول؟ إذا حصل الأثر تاع التفهيم هذا، إذا حصل أثر التفهيم فإن الفعل الذي يحصل عن هذا لا يكون لازما، يكون متعدي إلى مفعول. فلو حصل طاوعني هذا، لو طاوعني زيد وفهم، كيف يصبح؟ ماذا يحصل عنه؟ فهم زيد المسألة، ففاهم زيد المسألة. هل الأثر الذي حصل لازم؟ لا، متعدي إلى مفعول. لذلك الشيخ رحمه الله قال لك أو طاوع المعدى لواحد، هذا هو الذي يطاوع فعل متعدي إلى مفعول واحد، هو الذي يحصل عنه فعل لازم. أما إذا كان متعديا إلى مفعولين لا يكون لازما، وإنما الحاصل الذي يحصل يكون متعدي إلى مفعول، يكون متعدي وليس بلازم. فهمتوا الكلام يا جماعة؟ هذا معنى. كذلك لو قلت هكذا علمت زيدا النحو، كيف نعرف علمت زيدا النحو؟ علمت فعل وفاعل، زيدا مفعول أول، النحو مفعول ثاني. هذا الفعل تعدى لمفعول ولا مفعولين؟ تعدى لمفعولين. لو حصل الأثر وقابل زيد التعلم، ما الذي يحصل؟ الفعل الذي يحصل عنه متعدي ولا لازم؟ متعدي لمفعول واحد، لا يكون لازم. لأنك تقول علمت زيدا النحو فتعلم زيد النحو، يكون متعدي لمفعول واحد. فهمت لماذا قيد الشيخ بواحد؟ فهمت لماذا؟ لأن الفعل المتعدي إلى مفعول واحد ما يحصل عنه من فعل يكون لازما. أما إذا كان متعدي إلى مفعولين فأكثر لا يكون لازما. مفهوم كلام؟ أو طاوع المعدى لواحد، متعدي لواحد، يكون عندي فعل يتعدى إلى مفعول واحد، ما يحصل منه إذا قبل الأثر الفعل الذي يحصل عنه فعل الفاعل يكون لازما، لا يكون متعدي. اقرأ لنا في الشرح. ولازم غير المعاد وحتم لزوم أفعال السجايا كنهي كذا على اللو المضارع عسسا وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طوعا معدا لواحد كمده فامتدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال اللازم هو ما ليس بمتعد. اللازم ما ليس بمتعد، ما قاله الشيخ واللازم غير المعد، وهو ما لا يتصل به هاء ضمير غير المتصل، غير المصدر، غير المصدر، وهو ما لا يتصل به هاء غير المصدر، لا يتصل به هاء ماذا؟ هاء المفعول به، لا يتصل به. وهو ما لا يتصل به هاء غير المصدر، هاء المصدر تتصل به، لكن هاء غير المصدر اللي هي هاء المفعول لا تتصل به، ما تتصلش. فعل اللازم انتم معي ولا لا؟ الفعل اللازم لا تتصل به هاء المفعول به، وإنما تتصل به ماذا؟ هاء المصدر، هاء المصدر تتصل به. تقول القيام قمته، هذا الهاء هاء المصدر اتصلت به، لا بأس.
لكن لا تتصل به هاء المفعول به. لماذا؟ لأنه لازم. نعم. ويتحتم اللزوم لكل فعل دال على ثم سبيل. قال الشيخ، ركز على المتن، لأن الشرح حطه على المتن. لازم عندما إن شاء الله يفتح الله عليك وإن شاء الله تصبح إن شاء الله من شراح الألفية وكذا، حاول الشرح تحطه على المتن وتعرف كلام الشيخ أين يحط. لما قال الشيخ اللازم هو ما ليس بمتعد، يقصد به ولازم غير المعد، هذا الذي يقصده به. لما قال ويتحتم اللزوم فيقصد به هذا، يقصد به وحتم لزوم. هكذا حط شرح، لازم تحطه على المتن هكذا لكي لا تترك شيئا. نعم. وهي الطبيعة السجية وهي الطبيعة. نعم. نحو شرف. عرفنا ما هي الطبيعة جميل. ما هي؟ ماذا قلنا فيها؟ اكتب. اكتبها. الطبيعة اكتب. عند الطبيعة اكتب ما دل على معنى قائم بالفاعل لازم له. هذه هي الطبيعة. ما دل على معنى قائم بالفاعل لازم له، هذه اسمها الطبيعة. ما دل على معنى قائم بالفاعل لازم له، هذه الطبيعة. وقس على هذا كل الأفعال. ما دل على معنى قائم بالفاعل ملازم له، ما ينفكش عنه. هذا انتوا يا جماعة، هذا معنى الطبيعة. اكتبها وركز أن تراجعها جيدا. هذا الطبيعة يدل على معنى قائم بالفاعل ولا ينفك عنه، لازم له لا ينفك عنه. هذا إذا قلت كرم، هذا الكرم أصبح طبيعة في زيد. هذا الكرم معنى من المعاني ولا لا؟ معنى من المعاني. قائم بالفاعل اللي هو زيد ولا لا؟ قائم به. لازم له ولا لا؟ لازم له، لا ينفك عنه، لأن أصبح طبيعة فيه. خلاص أصبح طبيعة ما ينفكش عنه. أنا من طبيعتي أشرب القهوة كل صباح، خلاص أصبح طبيعة. لولا أشرب القهوة في الصباح والله لا أقول كلمة ولا كلمة، لا أستطيع، ما نستطيع ولا لا أستطيع حتى أشرب القهوة، خلاص أصبح طبيعة. هذا الطبع، هذه والطبيعة تصبح ماذا؟ يصبح معنى سار في الفاعل، ساري فيه، خلاص لا ينفك عنه، ملازم له، كالكرم، كالشرف، كالظرافة، كالنهم، كثير الأكل. خلاص هذا كل يوم يأكل كثير ويحب الأكل، كل يوم أصبح الطبيعي فيه أنه رجل أكل. خلاص فهمتوا يا جماعة؟ هذا معنى الطبيعة. ما دل على معنى بالفاعل، ما دل على معنى قائم بالفاعل ملازم له، هذه الطبيعة. زيد. نحو شرف وكرم وظرف. مثل الشرف، هذا إنسان شريف ولا إنسان كريم ولا إنسان ظريف، هذا كله إذا نسبته إلى الفاعل فيكون لازم. شرف زيد، كرم زيد، نهم زيد، ظرف زيد، لازم. زيد. وكذا كل فعل على وزن فعل. ركز ماذا قال. وحتم لزوم أفعال السجاير. لزوم أفعال السجاير يتحتم لزومها. قال لك الشيخ كنهم، عطاك مثال. ثم قال كذا فعل الله. هنا يقول وكذا كل فعل على وزن فعل الله. انتقل إلى هنا كذا فعل الله. أيوة زيد. نحو اقشعر واطمأن. اقشعر هنا من القشعرية. تقول اقشعر زيد، اطمأن زيد، استقر زيد، لازم، ملازم، متحتم اللزوم. نعم زيد. أو على وزن فعل. انظر ماذا قال الشيخ. والمضاهئ عن ساسة، يقصد بهذا والمضاهئ عن ساسة. قال لك انظر ماذا قال. وقال أو على وزن افعن لا، أو على وزن افعن لا. والمضاهئ والمشابه عن ساسة. عنساسة المقصود به افعن لا، كل ما شابه افعن لا، كل ما كان على وزنه يتحتم لزومه. أيوة زيد.
نحو إقعنسس وحرنجم. اكتب قعنسس لكي لا تنسى. كل ما خرج صدره ودخل ظهره خلقة، الله خلقه هكذا، يسمى فيه، يقال فيه إقعنسس الرجل. كل ما خرج صدره ودخل ظهره خلقة. ولا تقول معنى آخر، كل من تأخر ورجع إلى الخلف، يسمى فيه، يقال فيه إقعنسس الرجل. كل من تأخر ورجع إلى خلفه، تأخر ورجع إلى خلفه. أيوة زيد. أو دل على نظافة. انظر الشيخ ماذا قال؟ أو دل على نظافة، يقصد به وما اقتضى نظافة. أو دل على نظافة، مقصود وما اقتضى نظافة. لازم تتابع الشيخ الشرح مع المتن، الشرح مع المتن، حتى يفتح الله عليك وتصبح عندما تقرأ الشرح تحطه على المتن مباشرة، لأنه يصبح عندك ماذا؟ يصبح عندك دقة نظر، ويصبح عندك ماذا؟ ممارسة. كطهر الثوب ونظف. انظر الآن، كل ما دل على نظر، طهور، نظف، إلى آخره، كل ما يدل على الطهارة. طهور الثوب، نظف زيد، كل هذا زيد. أو على دنس. أو على دنس وسخ، الدنس الأوساخ، كدنس الثوب ووسخ. دنس الثوب وواسخ الثوب، كل هذا، كل ما يدل على دنس ووسخ يتحكم فيه اللزوم. زيد. أو دل على مرض. اكتب عرض أحسن، عرض، اكتب عرض، لأن المرض نوع أو فرد من أفراد العرض، صح؟ نخلوها عرض. نحو مرض زيد وحمل. مرض زيد الآن، أو مرض زيد يدل على المرض ولا لا؟ يدل على عفوا، يدل على العرض ولا لا؟ يدل، لأن المرض يذهب ويأتي، يذهب ويأتي. الجوهر ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره. العرض ما يقوم بغيره، المرض يقوم بالإنسان، الإحمرار يقوم بالإنسان. الإنسان جوهر، وهذا المرض والإحمرار هذا عرض. العرض هو الذي يذهب ويجي، يذهب ويجي. أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفهوم اكتب واحد. المطاوعة، كتبت المطاوعة على التعريف الأخ. على نعم، هكذا نتعاون، لأننا نحن كلنا طلبة علم، كلنا نتعلم، كلنا. فأنا لا تظن أني أنا عندي كل شيء، لا، ليس عندي كل شيء، عندي حاجات وغابت علي حاجات كثيرة. فنحن نتعاون، اللي عنده زيادة، عنده حاجة، عنده أمر يتكلم. نحن في مجلس التعلم، للتعلم. فما جماعة لا تنتظرني أنا أفعل كل شيء ولا لا، نحن مع بعض، هذه مراجعة فقط مع بعض. لا يوجد هنا لا شيخ ولا عالم ولا أي شيء، نحن طلبة علم كلنا نتعلم من بعضنا البعض. فلو واحد عنده تعريف أو عنده زيادة أو عنده كذا، هو الآخر أن أتى لنا بتعريف ضابط التعريف، ضابط. خلاص اكتب المطاوعة. المطاوعة حصول أثر شيء عن تعلق فعل متعدي، فعل متعدي ويحصل عنه أثر. مددت الحديد حصل عنه شيء، امتد الحديد. كسرت الزجاج، هنا تعلق الفعل بالمفعول، صح؟ تعلق الفعل بالمفعول، هذا التعلق الفعل بالمفعول يحصل عنه أثر. هذا الأثر الذي يحصل يسمى المطاوعة. قبول، القبول والمطاوعة. القبول هذه هي اسمها المطاوعة. هذا ما نكتب. فهمتوا يا جماعة؟ أيوة زيد، هذه المطاوعة. اكتب حصول أثر شيء عن تعلق فعل متعدي، حتى أنا سأكتبها إن شاء الله. حصول، ولأنه تعريف أظن دقيق. حصول أثر زيد، أثر شيء حصول أثر شيء عن تعلق فعل متعدي. يا جماعة تفهموا هذا التعريف؟
يعني الأثر الذي يحصل عن تعلق الفعل بالمفعول، الأثر الذي يحصل. مددت الحديد، ماذا حصل؟ امتد الحديد، طاوعني وامتد. كسرت الزجاج، هذا تعلق الفعل بالمفعول، طاوع، هذا حصل فيه أثر، ما هو؟ هو الانكسار، فتقول فانكسر الزجاج. هذا معنى حصول أثر شيء عن تعلق فعل متعدي. زيد يا جماعة، زيد. فهمتوا المطاوعة؟ ها؟ أيوة. نحو مددت الحديد فامتد. انظر الآن، ما الذي حصل في الأول لكي تفهم؟ ما الذي حصل؟ عندك فعل متعدي إلى مفعول واحد. فعل متعدي إلى مفعول واحد، مددت الحديد. ما الذي حصل من مددت الحديد؟ قابل الأثر، قابل. هذا الحديد قابل المد، قبل طاوعني وقبل. فما الذي حصل؟ امتد الحديد. حصل أثر ولا لا؟ هذا الأثر الذي حصل من تعلق الفعل بالمفعول. هذا تعلق الفعل بالمفعول، لما الفعل تعلق بالمفعول حصل أثر. هذا الأثر الذي يحصل اسمه المطاوعة. هذا الأثر الذي يحصل ينتج عنه فعل لازم، ينتج عنه فعل لازم. مددت الحديد فامتد الحديد، كسرت الزجاج فانكسر الزجاج. يا جماعة، ها؟ زيد. ودحرجت زيدا فتدحرج. كذلك دحرجت، أنا جيت لزيد، التدحرج هو هكذا، دحرجته فقابل، قابل التدحرج، قابل. فحصل ماذا؟ حصل أثر. ما هو الأثر الذي حصل؟ حصل فعل متعدي، فعل لازم، فتدحرج. ما معنى تدحرج؟ فتدحرج زيد. هذا معنى حصول أثر شيء عن تعلق فعل متعدي. انتم يا جماعة المطاوعة، فهمتم المطاوعة؟ حصول أثر شيء عن تعلق الفعل بالمفعول. أيوة زيد. واحترز بقوله قال لك انظر، أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد، إلى مفعول واحد، يعني قبل الأثر، قبل حصول الأثر من تعلق فعل بمفعول واحد، من تعلق فعل بمفعول واحد. هذا إذا طاوعه وحصل أثر سيحصل وينتج فعل لازم، فعل لازم. أيوة نعم. قال كما أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد، هذا ركز عليه. نحو مددت الحديد، هو تعلق فعل متعدي. هذا الآن مددت الحديد، هذا مددته تعلق بمفعول واحد ولا لا؟ وقع عليه تعلق، معناه وقع عليه. لما وقع عليه هذا المد، لما وقع على الحديد، ما الذي حصل؟ حصل أثر. حصل أثر. ما هو الأثر الذي حصل؟ أن هذا الحديد امتد. حصل ولا لا؟ حصل. هذا اسمها المطاوعة. حصل. إذا حصل هذا الشيء الفعل يكون لازم. الأثر الذي يحصل يكون فعله لازما. فهمتوا كلام؟ أيوة زين. سيأتي إن شاء الله المطاوعة تفهمها أكثر. واحترز بقوله لواحد مما طاوع المتعدي إلى اثنين. أما لو طاوع وقبل أثر فعل متعدي إلى مفعولين، لا يكون النتاج، لا يكون الأثر الذي يحصل والنتاج الذي يحصل لا يكون لازما، لا يكون متعدي إلى مفعول واحد. أيوة نعم هذا. فإنه لا يكون لازما، بل يكون متعديا إلى مفعول واحد. نحو فهمت زيدا المسألة ففهمها. فهمت زيدا المسألة. عندك فعل لم يتعلق بمفعول واحد، لا تعلق بمفعولين، تعدى إلى مفعولين. الأثر الذي يحصل والناتج الذي يحصل ما يكونش لازم، لا الفعل اللي يحصل لا يكونش لازم، يكون متعدي إلى مفعول واحد. ففهمها، من يعرب لنا ففهمها؟ فعل وفاعل، والها هذه مفعول أو مفعول به. الها مفعول به، ركز اكتب اللي عنده شك يكتب. ففهمها، الهاء مفعول فهم، ففهم هو، والهذه مفعول به.
الآن الفعل الأثر الذي حصل هنا، المطاوعة التي حصلت لازمة ولا متعدية؟ متعدية إلى مفعول. لا، لذلك الشيخ قيد بواحد، أو طاوع معدل لواحد كي يخرج المتعدي إلى مفعولين، فهذا لا يكون الناتج والأثر لا يكون لازما، يكون متعدي إلى مفعول واحد، فلا يدخل معنا هنا. نعم. زيد. وعلمته النحو فتعلمه. تعلمه الهاء هذه مفعول لتعلم، فتعلم هو الهاء هذه مفعول به، هذه ترجع على النحو، فتعلم زيد النحو فتعلمه. واضح يا جماعة الخير؟ صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن نطول لكي